غيبنا وغفلة. عزيزي المشاهد، كلنا عندنا مشاكل في البيت. لو انت متجوز فاكيد رقعتها على القريب، او هي اللي رقعتك بقى انت. او حتى لو انت مش متجوز، مين فينا ما تعكننش على اهله واتقفل على الماتش في عز ما هو متحمس للماتش عشان ده نهائي الكاس، لان بابا وماما قلبوا على بعض فحلفوا لا كله ينام. يعني حتى لو انت مش بتتخانق او حتى مش متجوز، بركاتك يا ست البيت، بركاتك. المهم دلوقتي يا صديقي، كنت بكلمك انا في البدايه عن ايه؟ موضوع المشاكل الزوجيه. كل واحد في بيتنا عنده مشكله زوجيه، سواء مع ابوه وامه او معاه هو ومراته لو انت متجوز يعني. والحل يا زميلي او سبب المشكله، اي راجل وست عايشين في بيت وبيتخانقوا وخلافات زوجيه عاليه جدا، 100% الحوض بتاع غسيل الاطباق لازق جنب البوتاجاز. المشكله ان اكبر خناقه انا فاكرها في بيتنا كانت بسبب ان امي عايزه تجيب بوتاجاز وابويا مصمم يجيب لنا تلفزيون عشان نتفرج على ماتشات الاهلي، فما كانش فيه بوتاجاز اصلا. بعيدا عن كل الهري اللي انت بتشوفه ده، ما تنساش تدعي لابويا بالرحمه، تدعي لاخواتك ربنا ينصرهم ويقويهم على الحال اللي هم فيه، وادعي لنا بالستر. عزيزي الصديق، اهلا بيك، ويلا نبدا الفيديو بسرعه. اها الانترو، الناس كتبت لي في التعليقات وحلفت لي انها ما عملت لايك عشان الانترو اتغير، او الانترو اعمل لايك يا صديقي وتعالى نشوف معانا ايه النهارده. بيت اخوكي يا اختي مش بيتك. هو ده اللي معانا النهارده؟ ايوه بيت اخوكي مش بيتك، واما تروحي بيت اخوكي احترمي صاحبة البيت. ما تروحيش انت وعيالك تتنططوا على كتافها وتقولي ده انا قاعده في بيت اخوي واللي مش عاجبه يمشي. لا عمشي انت يا حبيبتي. طب شوفي يا اختاه، لو المشكله تخصك فانت اضرب جوزك واخته واخوها، والحوار العائلي ده منك ليه. بس لو الكلام ده انت نزلتيه في جروب الواتس بتاع العيله، لكن انت نزلتيه على السوشيال ميديا وبتعرضي ان ده رايك الطبيعي وبتقولي لها لو مش عاجبك امشي، لا امشي انت. لا عمشي انت يا حبيبتي. انت اللي يربطك بجوزك ده هي ورقه، زي ما هي في ورقه جواز ففي ورقه طلاق، طق بقيتي بره البيت. ما هي انا ظلمتها ولا ايه؟ مش عاجبه يمشي. لا عمشي انت يا حبيبتي. لا انت اللي تمشي، انت اللي تمشي صدقيني، الا لو جوزك ده لا مؤاخذه وانت كده وقف وخلاص، دي حاجه ترجع لك انت وجوزك. يعيش راجل ويعيش طول عمره خروف. انما اخته هي لحم ودمه، مفيش شيء يفصلهم عن بعض الا الموت، او انه يبقى راجل لا مؤاخذه زي ما قلت لك في الاول. خروف. فلو انت متضايقه من وجود اخت جوزك في بيتكم، ارجعي لجوزك، والله لو قبل بكلامك يبقى خلاص زي ما اتفقنا وتمشيها، او لو هو راجل طبيعي فانت اللي هتمشي وهي تقعد في بيت اخوها بس. دي دلوقتي بتحرر نفسها من صدمات الماضي. المشكله ان لو الطريقه دي بجد هتجيب نتيجه، فالواحد محتاج جريده. عارف الاحف اللي بيبقى في اخر الجريده بتاع النخله، الواحد محتاج احف زي ده وعلى دماغ. ايوه، اصل مش صدمات الماضي بتاعنا احنا اللي تروح كده حضرتك، احنا الماضي بتاعنا مش شويه تراب، دي كانت شكاير هباب. انت جبت لحم ليه يا ابو؟ جبت لحمة ليه؟ ده على ترك حتة اللحم توزن الدماغ. ما جبتش ليه فراخ؟ فراخ مين يا عم؟ ده زي الفول النابت. الفراخ زي الفول النابت، ما تديش. يا ابويا فرخة مين؟ بص. ايه؟ زي لا تاكل فرخة مكاني واكل حاجة مسلوقة. دي اتكلمت ليه دي؟ انا ما عرفت، ما انا عارف دي هتطلع معانا، دي مساحة يا هطلع عم. من الصوت بقى. لا مساحة يا عم، مساحة. هسيبه وخلاص يا ابو. لا يا عم مساحة، والناس تسمع صوت. الحاج اتضايق وزعل ان صوت مراته طلع في الفيديو، فقال له امسح الفيديو عشان محدش يسمع صوتها. صحيح يا ابنه ما سمعش الكلام ونزل الفيديو، بس انت بص الغيره. لا يا عم مساحة، والناس تسمع صوت. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنتاجر بيهم. دلوقتي بنتجوزهم وبنطلقهم وبعد كده بنحمل وبنعمل شريط الحمل وبتاع. ليه؟ علشان بنتاجر بمراتاتنا. ده لا، ده صوتها بس اتضايق انه طلع معاه في الفيديو. وده الفرق يا صديقي بين زمان ودلوقتي. اكيد ما هم بيقولوا لنا في جنه ونار، انا بقول هو ده التخويف، بيرهبوك، لكن لا يمكن يكون ربنا قاسي كده يعني. لا هو مش قاسي كده،
هو عدل كده، هو حق كده. يعني مثلا هنجيبها باخر حاجه المعلقه مع الناس، اللي الاخ ابو الباس اللي هو كان حاكم سوريا ده، اللي عمله ده كله واللي الناس اكتشفته في السجون ده كله، ده هيبقى عدل من ربنا او هتبقى رحمه ولطف من ربنا ان ده لما نروح في الاخره يدخل جنه عادي؟ ولا من العدل ومن الحق ان ده يشوف العذاب الوان زي ما وراه للناس في الدنيا؟ مفيش حاجه اسمها ربنا مش قاسي، لا، ربنا حق وعدل، ما هوش قاسي. ولو قاسي فهو قاسي على الظالمين مش على الغلابه او مش على اللي امنوا بربنا ومشيوا بالكلام اللي هو قاله، اللي هو انت دلوقتي تقريبا بتقولي عكسه. سبحان الله مش قاعد لنا كل واحد بيعمل ايه. هو ايه كم التناقض الغريب في الكلام ده اللي هو سبحان الله هو مش قاعد لنا باللي كل واحد بيعمل ايه؟ يعني منين سبحان الله ومنين هو مش قاعد لنا؟ لانه هو ربنا نفسه اللي هيعاقبنا على كل همزه لغزه، يعني كل لفظ بيطلع مننا لديه رقيب عتيد. فازاي بقى مآمنه بربنا ومش مآمنه بكلام ربنا؟ لما تسمع النار هيعملوا فيك ايه وايه وايه، وطبعا انا احكي شو بتقول. انا بقول انه احنا جزء من الكون ده. على فكره احنا مدين نفسنا اهميه كبيره قوي، البشر يعني احنا ولا حاجه في الكون اللي احنا شايفينه ده. يعني يقول لك ربنا يعمل فيك، مش ممكن، هو مش فاضلنا، الموضوع اكبر بكتير مننا، يعني ان احنا مدين لروح اهميه كبيره قوي. والله العظيم كل كلمه بتتقال جريمه. يعني انت عايز تمسك الفيديو كل كلمه تقف تقول لا كذا كذا، لا كذا كذا، في جرايم طالعه كده بتتبخ في وشك، ومفيش معنى حقيقي بتوصله. يعني هي مره قالت لك اصل هو مش بالقسوه دي، لا يمكن يكون ربنا قاسي كده يعني. وفي الاول قالت لك اصلهم بيقولوا لنا في جنه ونار. اكيد ما هم بيقولوا لنا في جنه ونار، وبعدين اصل ربنا سبحان الله مش قاعد لنا كل واحد بيعمل ايه. ما هو اللي قالوا لنا جنه ونار دول هو ربنا سبحانه، اللي انت مش معترفه باللي قاله. اكيد ما هم بيقولوا لنا في جنه ونار. انا بقول هو ده التخويف، بيرهبوك. لكن فشويه هو قاسي، شويه اصل هو مش فاضلنا، اصل احنا ولا حاجه. هو الحاجه الوحيده الصح اللي انت قلتيها ان انتوا ولا حاجه، او احنا ولا حاجه كبشر عموما فعلا. بس ده مش معناه ان ربنا سايبنا كده عبثا في الحياه، لا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بالمناسبة أنا مش شيخ، أنا إنسان طبيعي مخطئ عاصي، والله بعمل مصايب، لكن عندي إيمان بربنا وعندي خوف منه وبرجع عن الغلط اللي بعمله وبحاول أتوب عن كل غلط بعمله. بس أنا مش شيخ، أنا بقولك أنا عاصي، أنا عندي حاجات كتير بس ربنا ساتر الواحد. ففي واحد الفيديو اللي فات قال لي الكلام ممكن يعدي لكن انت اللي حابب تطلع لنا الشيخ اللي جواك. انا ما عنديش شيخ اطلعه لك، انا عندي حاجه تانية ممكن اطلع لك بكل سهوله. تليفون بسمع عليه الحاجات يعني وبقولها. انت اتخضيت ليه؟ ما تخافش. بقولك ايه؟ نعم. تضربي حبيبك بالشبشب ولا تضربي امك بالشبشب؟ حبيبي ولا امي؟ لا طبعا اضرب حبيبي، امي ما تتعبش. طب ما حبيبك ابو عيالك. لا امي ما تتعبش. ربنا يخليهم. ربنا يخليهم. ربنا يخليهم. طبعا احنا قلنا راينا في فكره الفيديوهات بتاع حبيبك ولا امك ولا ابوك ولا بتاع ده عته ذهني بيتقدم لك في وجبه دسمه للغباوه. لكن عجبني ان واحده جايبه بنتها بتقول لها حبيبك ولا امك، فلما البنت اختارت امها ربنا يخلي امك يعني. على كل لون شفتك يا دنيا ما تداريش وما تعمليش فيها البريئة ما تكدبيش. هو انا ما فهمتش اي حاجه من الفيديو بجد. يعني هو واحد ماسك قهوه وبيتضرب بالنار فالقهوه اتدلقت، فهو زعل ان القهوه اتدلقت، ما خدش باله ان هو بيتضرب بالنار، فاهم؟ اللي هو واقف كده. ده فيديو، والله ده فيديو اهو معروض قدامنا كده، بنسكرول طلع فيديو محتوى المفروض بنتفرج عليه، فانا ما فهمتش منه حاجه. عندي 26 ولد و10 بنات اللي هم اولادي، انما اولادي واحفادي. الصلاه على النبي، الصلاه على النبي، اللهم صل على النبي. يعني استنى، ده هو لما قال في الاول انا عندي 26 ولد ومش عارف كام بنت، انا تخيلت ان هو عمده قريه وبيتكلم على الشباب العاطل في المنطقه، فاهم؟ فهو حاصد العدد وحابب ولادك اللي هم اولادي، انما اولادي واحفادي ازيد من 115، كانوا 115 في الاول، كانوا 73. بص رياكشن المذيعه، يا حرفيا ده رياكشننا كلنا. ايه يا معلم ده؟ دلوقتي بقى 115، دلوقتي يجوا 130. اولادك حافظهم كلهم؟ ها؟ عدد لي اسمائهم. اعدد لك اسماء: فارس وابو بكر واحمد وعلي وعبد الغني. ومش كده وبس، لا ده انا مش سمي عبد الغني ودورين،
ومسمي خديجه قطريه. والله العظيم انا ما جعلش مسمي خديجه، رحت سميت خديجه تاني. كمل. حقك والله حقك يا حاج. يعني هو جات له بنت فراح يسجلها، سجل خديجه ونسي انه عنده خديجه. ما ده طبيعي يا حاج، طبيعي ده يحصل. وبرضه نفس الكلام مع عبد الغني، يعني سمى عبد الغني وبعديه ب 17 عيل جاله عيل تاني فنسي ان في من 17 عيل عبد الغني. ما هو ايه يا حاج؟ انت تحديد النسل ما وردش في منطقه. والله العظيم انا ما جعلش مسمي خديجه، رحت سميت خديجه تاني. كمل. انا عندي بنت عندها 10 شهور اوريها لك، ما كملش 10 شهور. ايوه. ما شاء الله، الله اكبر. ده لغايه دلوقتي، ده من 10 شهور جات له بنوته. يعني حرفيا عندها اخ كبير اللي هو مثلا عبد الغني او اللي اكبر منه من دور جدها، هو اخوها بس هو من دور جدها في يعني. يا حاج ده يا حاج ما كملش 10 شهور. ايوه. وعندي بنت عندها 3 سنين، وعندي ودي يتيم عنده 8 ونص. انا بنساهم. هو يعني ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. كل واحد فينا بيفكر يفتح بيت، الا الحاج فكر يفتح بلد، فاهم؟ مره واحده كده هتلاقي احفاده ماشيين في المنطقه عندهم، احنا اصحاب بلدنا وبس. يا صديقي بعد ما شفنا الحاج ندعي له ربنا يبارك له في ذريته ويديله الصحه كمان وكمان. ما شاء الله، الله اكبر يا حاج. ها، وحط لايك وخليك كبير. احنا اصحاب بلدنا.